خليكي حريصه وانتي بتغسلي بيه وشك، اوعي تغسلي بيه حوالين العين لانه هينشف المنطقه دي وهيبهدلها لك وهيعمل لك فيها خطوط وتجاعيد. ايه صباح الورد عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. من اكتر الحاجات اللي لازم تهتمي بيها في بشرتك هو الغسول. انا بشرتي دهنيه، وغسول البشره الدهنيه من الحاجات اللي صعب جدا انك تلاقي غسول يتلائم مع بشرتك ينضفها كويس وفي نفس الوقت ما ينشفهاش. ودي كان من اكتر المشاكل اللي بتقابلني لما بجيب غسول لبشرتي. بصراحه كان اكتر غسول فرق معايا ونضف بشرتي وما نشفهاش كان غسول لاروش. احنا طبعا عارفين دلوقتي ان هو مقاطعه، ده غير انه بقى برقم عالي جدا. فغسول البشره الدهنيه للاسف لازم يكون فيه ماده السلسلك علشان ينظف البشره كويس جدا من البكتيريا وما تلمش وما تعملش حبوب. وللاسف ان ماده السلسلك من المواد اللي بتنشف البشره، فعشان نلاقي غسول يبقى فيه سلسلك وفي نفس الوقت ما ينشفش البشره دي كانت حاجه صعبه جدا. من احسن الغسولات اللي انا جربتها على مدار السنه اللي فاتت هو الغسول ده. الغسول ده اسمه دير. ده يعني انا بصراحه ارتحت له جدا جدا، من الحاجات اللي حققت المعادله اللي كانت تعباني خالص في اي غسول انا بستعمله، اللي هو فيه ماده السلسلك اللي بتنظف كويس جدا البشره وفي نفس الوقت ما بينشفش البشره. الغسول حلو جدا، حجمه 400 مللي. انا بجيب الحجم الكبير، وفي منه حجم صغير بس انا بجيب الحجم الكبير ده 400 مللي. انا لسه جايبه العبوه دي عامله 175 جنيه من السايت بتاعهم، الصفحه بتاعتهم اسمها دير. ودلوقتي هم منزلين عروض. انا دايما الحاجات اللي برتاح فيها بروح على طول وقت العروض بجيبها، ما بجيبهاش باسعارها اللي هي موجوده في السوق على مدار السنه، بجيبها فتره العروض بس. الكميه دي هتكفيكي سنه كامله. احنا بنستعمل الغسول مره واحده بس في اليوم بعد ما بنرجع من الشغل او بنرجع من بره، لكن ما بنستعملهوش لما بنصحى الصبح. غسول البشره الدهنيه بنستعمله مره واحده بس في اليوم، وده من دكتوره جلديه كبيره هي اللي قالت لي كده، علشان ما ينشفش البشره ويبتدي يقلب معاكي ويجيب لك نتيجه عكسيه ويبتدي يعمل لك خطوط وتجاعيد. انا بغسل وشي بيه مره واحده بس لما ارجع من بره. لما بتصحي من النوم ما بتغسليش وشك، بتغسلي وشك بميه بس، لكن ما بتحطيش غسول على وشك عشان ما ينشفهاش. الغسول احنا بنغسل بيه لما بنبقى راجعين مطرح المكياج والتراب والحاجات دي كلها. ريحته حلوه جدا على فكره، وفي فيتامين اي وفي بانسينول من الحاجات اللي بتساعد على ترطيب البشره وبتديها طراوه كده ونعومه حلوه قوي. هتحطي كميه صغيره كده على ايدك وتعملي بيها رغوه بشويه ميه، وبعدين هتغسلي وشك كله ما عدا منطقه حوالين العين، وهقولك تعملي ايه في منطقه حوالين العين دلوقتي. تغسلي وشك كله وتسيبي الرغوه عليه لمده دقيقتين 3. سيبي الرغوه ما تشطفهاش على طول، سيبي الرغوه على وشك عشان تجيب مفعول كده، وسيبيها دقيقتين 3 وبعد كده اشطفي وشك من الغسول. منطقه حوالين العين ما تغسليهاش بغسول البشره الدهنيه بتاعك، وده دكتوره الجلديه هي اللي قالت لي عليه، لان غسول البشره الدهنيه بيبقى فيه مواد قويه عشان يزيل البكتيريا زي ماده السلسلك، وبيبقى فيه حاجات تانية برضو عشان تنظف البشره كويس جدا. ومنطقه حوالين العين دي من المناطق الرقيقه جدا اللي لو حطينا عليها المواد دي هتعمل لك نتيجه عكسيه للاسف. هتنظفها لك لكن هتزود لك او هتقلل لك مده ظهور التجاعيد والخطوط. هتلاقي الخطوط والتجاعيد ابتدت تظهر معاكي بدري. انا جايبه لمنطقه حوالين العين الغسول ده، جايبه لها غسول لوحده ايفا للبشره الجافه. يعني الغسول ده على فكره مش غالي خالص، ده ب55 جنيه وبيقعد معايا تقريبا السنه كلها. يعني ما تفتكريش ان المبالغ ان احنا بنجيب بقى غسول للعين واجيب غسول لهنا وده مبالغ كتير، لا مش كتير ولا حاجه. الحجم كبير والحاجه دي بتقعد معاكي شهور، مش بتخلص ولا في شهرين ولا 3 ولا 4. فما تسترخصيش، لان انت هتزعلي بعد كده لما تلاقي منطقه حوالين العين دي ابتدت تجف وابتدت الخطوط والتجاعيد تظهر فيها بسرعه. هتبتدي تتضايقي وهتبتدي تدوري على علاجات للحاجات دي، فابتدي صح عشان ما تحصلش حاجات الجانبيه دي وتبتدي تضايقك وهتصرفي فيها تاني برضو. هو في نوعين من ايفا للبشره الجافه، في نوع بالجليسرين وفي نوع ببروتينات اللبن. انا اللي ما جربتش بصراحه بروتينات اللبن، انا ارتحت في الجليسرين فكملت بيه. لكن ما اعرفش بروتينات اللبن كويس ولا لا. لكن اكيد هجربه برضو، يعني لازم بعد ما تخلص العبوه دي هجربه اشوف يمكن بيدي حاجه احلى من كده. لكن ده خفيف على البشره وناعم وطري، تحسي عينك كده بتطلع طريه وحلوه بعد ما بتغسليه بالغسول ده، ما بتنشفهاش خالص
وبتخلص العين من كل الشوائب، واي ماسكارا او اي مكياج انت حاطاه في العين بيخلص على طول. تحطي نقطه صغيره عليها شويه ميه بترغيها، وبتغسلي المنطقه كده بالراحه. وبعد ما بتخلصي غسول وشك وعينك بتحطي بقى المرطب بتاعك او شويه جل صبار. لازم تحطي المرطب بعد الغسول عشان وشك ما ينشفش. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.